تتويج تاريخي للمغرب لكرة القدم داخل القاعة بلقب الدوري الدولي المنظم بكرواتيا، وذلك بعد فوزه على رومانيا اليوم وغياب منتخبنا الجزائري عن هذه المنافسة. بصراحة فضيحة تكتب باسم الجزائر. ألف مبروك للمنتخب المغربي داخل القاعة، التتويج بلقب الدوري الدولي المنظم بكرواتيا ضد رومانيا. بصراحة الكرة المغربية عالمية ومدرسة كروية في جميع الفئات العمرية، وألف مبروك للشعب المغربي الشقيق. هذا التتويج هيو مبروك علينا وهذه البداية ومازال هيو والكاس. والله القسم شوف مشاعر مختلطة. الحمد لله كاين رجال في وسط الميدان تقاتلوا على القميص ديال المنتخب الوطني، يتقاتلوا على بلادهم، يتقاتلوا دقدقوا. مقابلة للتاريخ، نهائي للتاريخ، لكن في التاريخ ختموها لعابة وسيرتوا الهدف التاريخي والهدف العالمي في 2025. ما شاء الله، يعني وليداته وحتى فرقامات ربحته ومغلباته، تغيرت كامل المغرب ولا واحد اخر. الحمد لله، انتصار كبير. الف مبروك على الشعب المغربي، مليار مبروك. رغم كيد الحاقدين، ورغم صحافه الزيكو، ورغم المتربصين بالمغرب، ورغم المغرب يبقى لكم هنا، هو يربح الالقاب وانت بقى تما تربص به وبقى تشوه. الحمد لله المغرب في العلالي، والمغرب العلم ديالو والدرابو ديالو طالع العالميه، وانت بقى تما قاعد في الكواره ديالنا وقاعدين في هذوك صحافه الزيكو وقابلوا المغرب من نجاح لنجاح. اليوم المغرب راه من فوق، من نجاح لنجاح. لانه علاش؟ باستراتيجيه ديال الملك البلاد، الملك محمد السادس ديال المغرب، وبتخطيط وكل شيء ديال فوزي القجع، الرجل اللي في المكان المناسب. تخطيط اليوم وصل للهدف ديالو تقريبا ما شاء الله. هذه السنه هذه 7 ديال الالقاب، لكن نوليو لهذه المقابله مقابله كبيره، مقابله تاريخيه، مقابله ديال المرض تمرضك وتطلع لك السكر. انا بعدا ما نكذبش عليكم، طلعت لنا السكر. الحمد لله تعصبنا وشوف تطلع السكر، يهود السكر، يطلع السكر. الحمد لله لقب جا بمجهود اللعابه وبمجهود المدرب، مجهود ستاف تكنيك، مجهودات الجماهير اللي راه تما. اليوم المغرب اثبت للعالم بانه ورقه صعيب والحمد لله اليوم بانت. ما نكذبش عليكم، والله القسم مشاعر ما جبرت، ما غادي نعبر عليها. الذباب الالكتروني وصحافه زيكو والخماج ديال صحافه زيكو، واش رايكم؟ والناس تقاتل في وسط الميدان، الرجال تقاتل في وسط الميدان. منتخب المغرب للفوتسال يفوز وينتصر على رومانيا 10-0 ويتوج بالبطولة. بسم الله ما شاء الله. والله مهما اتكلمت على منتخب المغرب للفوتسال اللي دايما رافع راسنا، واللي دايما مسيطر، واللي دايما مكتسح الكل، والله ما هوفي له حقه. مهما اتكلمت ما شاء الله، هذا المنتخب العالمي والأسطوري واللي عنده الإمكانيات والقدرة والتفوق والإبداع على انه يفوز على اي منتخب في العالم، بيقدر النهارده انه يفوز وينتصر على رومانيا 10-0 ويتوج بالبطولة الودية برومانيا. انا عارف ان هي بطولة ودية، ولكن المغرب بيفوز في الرسميات وبيفوز في الوديات وبيفوز في كل شيء. المنتخب المغربي اللي خد بطولة افريقيا 4 مرات على التوالي. انا عايز افهم حاجة واحدة بس، اين المنتخب الجزائري؟ اين المنتخب المصري؟ اين المنتخبات العربية؟ اين المنتخبات الافريقية؟ منتخب المغرب يمتلك منتخب للفوتسال عالمي واسطوري ومن ال5 الاوائل في العالم. هو ده المغرب اللي مشرفنا، هو ده المغرب اللي رافع راسنا، هو ده المغرب اللي مركز في كل الالعاب الرياضية، هو ده المغرب اللي مركز في كل لعبة، هو ده المغرب الكبير المتألق والمبدع بقيادة الكابتن هشام الدكيك. قدر يفوز اليوم على صاحب الارض وصاحب الجمهور، وقدر يتوج بالبطولة، وقدر يفوز ويسجل 10 اهداف مقابل هدفين علشان يرجع بالكأس. ما شاء الله، دايما بنطلع نفتخر بالمغرب في كل الالعاب الرياضية، متفوقين، مبدعين، سابقين الجميع، مكتسحين كل الالعاب الرياضية، رافعين راسنا لفوق في كل الالعاب الرياضية، سابقين الجميع. مليون مبروك للمغرب اليوم على الفوز والانتصار والمكسب. مهما كان دي مباريات ودية او بطولة ودية استعدادا للبطولات الرسمية، ايا كان النهاردة لازم نفرح بفوز وانتصار المنتخب المغربي ب10 مقابل هدفين. مليون مبروك للمغرب.
الحاقدين واللي في قلبهم سواد وكراهية واللي دايما يتكلموا على المغرب بشكل غير لائق وبشكل غير محترم، أحب أقول لهم المغرب فوق في مكانة كبيرة وانتوا صغيرين، انتوا قد كده وهتفضلوا صغيرين وهتفضلوا مش متشافين وهتفضلوا طول عمركم بالشكل ده. عارف ليه؟ لأن انتوا لا تملكوا إلا الحقد، أما الأداء والقوة والشخصية والهيبة والسيطرة فدي بعيدة عنكم تماما. المغرب كبير عليك وعلى أي حد، المغرب اللي دايما في الصورة، المغرب مهما اتكلمتوا ومهما قللتوا ومهما قلت ومهما طلعتوا اتكلمتوا على المغرب كلام سيء، فالمغرب بالأرقام هو الأفضل، بالأداء هو أفضل، بالشغل هو أفضل. المغرب ما بينظرش وراه، دايما ماشي في وشه مستقيم، دايما شايف طريقه ماشي في وشه لقدام مستقيم. خلي الكلاب تهوهو، القافلة تسير والكلاب تهوهو. مبروك للمغرب اليوم على الفوز والانتصار والمكسب. دايما زي ما قلت المغرب مفرحنا ودايما بيكسب ودايما في كل بطولة بيدخلها بيبقى عندنا ثقة عالية جدا، وزي ما قلت لك في جميع الألعاب الرياضية المغرب دايما مكتسح ودايما جميل ودايما مبدع ودايما متألق. مليون مبروك للمغاربة. أما الحاجة التانية اللي أنا عايز أتكلم فيها، فكل المغاربة مركزين دلوقتي على القرارات اللي هينزلها الكاف الأفريقي والفيفا على السنغال، العقوبات اللي هتكون على السنغال، وهل يا ترى هيتم سحب بطولة كأس أفريقيا من السنغال وهيتم إهدائها للمغرب، لأن المغرب أولى بها طبعا، لأن منتخب السنغال انسحب من اللقاء، والمادة 82 بتنص على أن أي منتخب ينسحب أو أي نادي ينسحب من اللقاء خلاص انتهت الحوار، يعتبر مغلوب 3-0. هل الكاف الأفريقي هيمشي على المادة 82 وهينزل العقوبات على السنغال؟ هل الكلام ده هيحصل أم هنشوف حاجة تانية؟ يا ترى إيه اللي هيحصل بالظبط؟ لكن اللي أنا شايفه إن السنغال دلوقتي مرعوبة، وإن السنغال دلوقتي عارفة ومتأكدة 100% أن في عقوبات صارمة وحاسمة هتنزل عليهم، أن السنغال دلوقتي في حالة صعبة. ده اللي أنا شايفه، يعني بعد كلام رئيس اتحاد الكرة السنغالي لما طلع وقال النهاردة إن إحنا مش كنا مرتاحين في المغرب والمغاربة كانوا بيعاملونا بشكل قاسي وبشكل غير محترم وكان تعامل سيء من المغرب لينا، طلع الراجل قال كلام مش موجود، كلام لا أساس له من الصحة، وهو كده مفكر نفسه إنه بيدافع عن نفسه. خد بالك، مفكر إن هو كده بيدافع عن نفسه بيدافع عن منتخب بلده، ولكن أنت كده كل اللي أنت قلته ده حاجة واللي حصل في الملعب حاجة تانية. اللي حصل في الملعب مصيبة وكارثة بكل معاني الكلمات. الفيفا خايف إنه يطنش فكل اتحادات الكرة اللي في العالم يعني تقلل من الفيفا. انتوا ازاي تعدوا حاجة زي كده؟ ازاي منتخب ينسحب في نهائي كبير زي كده، نهائي قاري، وما تعاقبوش؟ والكاف الافريقي كذلك الامر، خايف انه يعدي الموضوع. برضو اتحادات الكرة الافريقية يعني تقلل بقى وتشوف الكاف ده انه حاجة عادية، وبعد كده بقى نشوف انفلات من كل المنتخبات. ده اللي هيحصل، صدقني ده اللي هيحصل. هنشوف انفلات من كل المنتخبات إذا لم يتخذوا قرار صارم وحاسم في هذا الموضوع. وإن شاء الله بعون الله زي ما قلت لك. وشلنا أعزائي الكرام غنكون وصلنا للآخر ديال الفيديو اللي شفنا فيه تعليق الإعلام الجزائري والتونسي بعد تتويج المنتخب المغربي بالكأس، وفي هذه المباراة فازوا في النهائي على رومانيا، وهذا الكأس تنظم في دولة كرواتيا. وتبارك الله على المنتخب المغربي للفوتسال اللي قدموا أداء اللي واعر ديال بصح في هذا الموسم، وبقوا على هذا المستوى توصلوا النهائي وتوجوا بالكأس. وتبارك الله حتى على اللاعبين اللي كانوا لاعبين. وهنا كيبين ان المدرسة المغربيه كتخرج لنا مواهب اللي واعره ديال بصح، وبالتوفيق لمنتخبنا المغربي. وتشل هنا اعزائي الكرام غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. تهلاو.